من أكتر الفيديوهات اللي بحب أقدمها هي فيديوهات المخبوزات، خصوصا لو كان خبز مميز في طريقته وطعمه وريحته وقرمشته. الوصفة اللي هنعملها مع بعض النهاردة هو نوع مختلف من خبز الباجيت الفرنسي، وهو اسمه بان دي بي، وترجمة اسمه هو خبز على شكل سنبلة القمح. فتعالوا معايا علشان أقول لكم على مكوناته وطريقته والفرق بينه وبين خبز الباجيت العادي. في طبق فاضي هنحط 325 مللي من المية الدافية. نسبة المية اللي بستخدمها هي 65% من وزن الدقيق. في الوصفة دي هستخدم 500 جرام من الدقيق. لو ضربتها في 65 على 100 هيطلع لي 325، اللي هي نفس كمية المية اللي قلت لكم عليها. هضيف 10 جرام خميرة وهقلبهم لغاية ما الخميرة تدوب. بعد كده هضيف 500 جرام من الدقيق الأبيض المنخول. وعلشان الوصفة تطلع معايا مظبوطة وخصوصا في المخبوزات بحب استخدم المعيار والميزان، مع نص معلقة كبيرة من الملح. وحبيت اعمل تويست خطير جدا في الطعم، فضفت نص معلقة كبيرة من اوريجانو المجفف، ونص معلقة كبيرة من الريحان المجفف، ونص معلقة كبيرة من الزعتر المجفف. وبعد كده بكل بساطة قلبتهم بالمعلقة الخشب، ولا هحتاج اعجنها بايدي ولا هحتاج العجانة. واول ما الاقي العجينة بدأت تتجمع معايا هغطيها واسيبها ترتاح في مكان دافي لمدة تقريبا ساعة. وده شكلها بعد ما تقريبا اتضاعف حجمها. هجيب طبق فيه مية وابل ايدي كويس علشان العجينة ما تلزقش في ايدي، وبكل بساطة هبدأ افردها والمها على نفسها. بنعمل الحركة دي وبنكررها اكتر من مرة علشان نساعد الجلوتين اللي جواها انه يتفاعل. بكرر الحركة دي تقريبا 8 مرات، وبعد كده هغطيها لتاني مرة واسيبها في مكان دافي ترتاح لمدة تقريبا ساعة. وده شكلها بعد ما تقريبا اتضاعف حجمها. وهنكرر نفس الطريقة اللي عملناها قبل كده، واهم حاجة ناخد بالنا منها ان ايدينا دايما تبقى مبلولة عشان ما تلزقش في العجينة. الوصفة دي من اكتر الوصفات السهلة اللي هتخلينا نعمل عيش طعمه مميز جدا وبأبسط طريقة. وبعد كده هنغطيها ونسيبها ترتاح في مكان دافي لمدة تقريبا ساعة، او ممكن نحفظها ليلة كاملة في التلاجة. ودلوقتي العجينة بتاعتنا بقت جاهزة علشان نشتغل عليها ونشكلها. مع رشة دقيق على اي سطح هنشتغل عليه علشان العجينة ما تلزقش. طبيعي ان احنا نلاقي القوام بتاعها طري اكتر من اي عجينة مخبوزات تانية، وده بسبب نسبة المية للدقيق. ومن اهم الحاجات اللي لازم ناخد بالنا منها ان ايدينا دايما تبقى متغلفة بالدقيق علشان العجينة ما تلزقش فيها. قسمت العجينة بالنص لرغيفين 2 كبار علشان شكل سنبلة القمح تبان فيهم. كل قطعة هفردها وبعد كده هلفها رول كأني بعمل عيش فينو عادي، بس وانا بلفها بضغط بصوابعي علشان اتاكد ان هم قفلوا على بعض. وعلى الصينيه اللي هخبزهم عليها حطيت ورق زبده، وبعد كده هرش شويه دقيق وهحط الرغيف بعد ما قلبته وخليت الطرف بتاعه هو اللي من تحت. بعد كده هكرر نفس اللي عملته في الرغيف التاني، هرش على وشهم شويه دقيق وبعد كده هغطيهم واسيبهم يرتاحوا تقريبا لنص ساعه. ودلوقتي بعد ما ارتاحوا هبدا اشكلهم. علشان اعمله على شكل سنبله القمح هجيب مقص وابدا اقص في العجينه، بس ناخد بالنا ما نقصهاش للاخر. كل قطعه هقصها هضغط عليها من الطرف بتاعها، وبعد كده هجيبها يمين واللي بعدها هجيبها شمال، وهكذا. طريقتها سهله جدا وشكلها تحفه. حبيت اضيف سمسم وحبه البركه علشان يدوا شكل حلو وطعم احلى. ودلوقتي هدخلهم في فرن سخن على درجه حراره 200 لمده تقريبا 25 دقيقه. وده شكلها بعد ما طلعت من الفرن. اول حاجه بعملها في المخبوزات ان انا لازم اهويها على الشبك علشان تطلع كل البخار اللي جواها. ممكن اقدمها دلوقتي وهي سخنه، او ممكن اسيبها لغايه ما تبرد واحفظها في الفريزر. بجد مش قادره اوصف لكم ريحتها عامله ازاي، وخصوصا مع ميكس الاعشاب اللي حطيناها. هستناكم تجربوها وتكتبوا لي رايكم في التعليقات، ولو عجبتكم الوصفه ما تنسوش تعملوا لها لايك وشير.